أهلا ومرحبا فيكم متابعي صفحة شكوري شريكي على وسائل التواصل الاجتماعي. بهذا الفيديو رح أحكي لكم عن الفرق بين الحضانة والروضة بهولندا. رح نحكي كمان عن ال VVA بالإضافة للتكاليف المادية والدعم المالي. أولا الحضانة اللي هي كيندر أوفان. الحضانة هي مكان بيروحوا عليه الأطفال من يعني الولادة لتقريبا عمر 4 سنين، غالبا لأنه الأهل بيكون عندهم شغل أو دراسة، فبيبقى الطفل بالحضانة خلال ساعات النهار. الحضانة مو مجانية، ممكن تكون تكلفتها مرتفعة نسبيا. طبعا في دعم مهم من الدولة أو من الضرائب اللي هو بيسمى كيندر أوفانج توسلاخ، هو تعويض مالي بيساعد الأهل على دفع جزء كبير من تكاليف الحضانة. قيمة هذا الدعم تعتمد على دخل الأهل، عدد ساعات الحضانة والعمل أو عدد ساعة أو عدد الأطفال. والأهل ضروري ينتبهوا إذا كان المبلغ اللي عم يوصلهم كتعويض عن الحضانة هو مبلغ بيحق لهم، لأنه ببعض الحالات ممكن الضرائب تطالب الأهل بإعادة جزء من المبلغ إذا كان مثلا الطفل وقف الحضانة، أو إذا كان حدا من الأهل تغير الدخل تبعهم أو صار في أي تعديل. فضروري الانتباه لهذا الموضوع لتجنب حصول الأخطاء. طبعا بالحضانة الأطفال بيكون عندهم أنشطة ولعب، بيكون في رعاية لإلهم متخصصة. تاني شغلة الروضة اللي هي البوترسبيوزاو، بتكون مخصصة للأطفال من عمر 2 ل4 سنين، عدة ساعات باليوم. التركيز بيكون على تعلم اللغة واللعب مع الأولاد التانيين والاستعداد للمدرسة الابتدائية. الروضة مو دايما مجانية، وتكلفتها عادة بتكون شي بيشبه تكلفة الحضانة، إلا بحال كنا أخدين البرنامج المدعوم من البلدية اللي هو ال VVA. VVA هو برنامج للتعليم المبكر للأطفال اللي بيحتاجوا دعم إضافي، خاصة من ناحية اللغة الهولندية. فإذا حصل طفلكم على توصية من البلدية أو من طبيب الأطفال يوخت أرتس، أو من الكونسلتاتسي برو اللي هو مركز رعاية الأمومة والطفولة، فبيحق للطفل إنه يحصل على هذا البرنامج، فبيكون بالحضانة أو بالروضة عفوا بيحصل على ساعات إضافية بتكون مدعومة بشكل كبير وشبه مجانية. إذا حابين تعرفوا أكثر عن التكاليف وعن المرتجعات اللي بتقدمها الضرائب، تواصلوا معنا على صفحة شكوري شريكي ونزلوا التطبيق. تطبيقنا بيحكي عن مواضيع لها علاقة بالحمل والولادة والتربية الجنسية. شكرا لكم ونشوفكم على خير.